السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن طريقة تخزين البسلة بأبسط والجزر بأبسط الطرق. طبعا الاول اما نيجي نشتري البسلة هي والجزر بننقيهم صبحين وجميلة والصبحة وجميلة ولونها حلو هي والجزر، وبيبان طبعا الحاجة الصبحة من الحاجة البايتة. بعد كده بنجيب البسلة بنغسلها غسلة كويسة هي والجزر. وبعد كده قبل المرة اللي قبل الأخيرة طبعا زي ما أنا معوداكم إن انتوا تغسلوا الحاجة بمية وخل، وبعدين بنشطف البسلة أو الجزر من المية والخل ونغسلها بمية نظيفة. بالنسبة للبسلة طبعا بقى ايه بنفرطها. اما بالنسبه للجزر بصراحه انا ما بحبش ان انا اقشره، لان دايما الفايده بتاعها بتبقى تحت القشره. فطالما الجزريه نظيفه وجميله كده فبقوم غسلها غسله حلوه واقوم ايه سايباها بقشرها واقطعها تقطيع يعني قريب من البسلايه كده، يعني عشان على اساس الاتنين يكونوا متماسكين مع بعض. بس في ناس بقى بالنسبه لطريقه التخزين، في ناس بتخزن البسله والجزر بطريقه الغليان، يعني ان انا بغلي ميه واقوم ساقطه فيها واحط فيها ملح وسكر واقوم حاطه فيهم البسله والجزر، او ده لوحده وده لوحده، وبصفيهم من الميه السخنه بعد اول غلوه، واقوم حطاهم في ميه بتلج واصفيها واسيبها بقى ايه تبرد. وبالذات البسله بالذات لو انت عايزه تخزنيها لمده اكتر من شهر او اكتر من شهر ونص، بتعمليها بطريقه الغليان دي بتبقى صح، لان فيها نبته بتنمو في الفريزر. فالنبته دي بيبقى بتخلي البسله بعد كده طعمها وريحتها مش حلوه. فلو انت حطيتيها مده طويله من غير ما تحطيها في الميه المغليه وتخزنيها بطريقه الغليان، فالنبته دي هتنبت فيها وهتبقى طعمها مش حلو. اما لو انت هتخزنيها زي بقى كده يعني لمده مثلا ايام او بالكتير شهر يعني، هنخزنها بالطريقه اللي انا هقول لك عليها هي والجزر. فدلوقتي ايه انا بخزنها، ما بصراحه ما بخزنهاش بطريقه الغليان، انا بغسلها واحطها على الجزر واقوم حطها في اكياسها على طول. ما بمررهاش على الميه ولا على النار، طالما انا هستخدمها بسرعه. واخدين بالكم؟ فدلوقتي بقى انا هحطها في الاكياس على طول، مش هحطها على النار خالص. فهعبيها قدامكم اهي. انا طبعا هكون غاسله ايديا وهعبيها هي بجزرها. ممكن برضو انت تحطيها تحطي الجزر لوحده والبسله لوحدها، لكن انا دلوقتي عشان هي الكميه مش كبيره قوي فانا هحط البسله على الجزر. وممكن احطها في كيستين، يعني مش لازم كيسه كبيره، ممكن ايه احطها في كيستين بحيث ان انا ممكن استخدمها مع شوربه خضار مثلا، استخدمها يعني مش شرط ان انا هعملها لوحدها، انا ممكن احطها على خضار تاني اعملها زي شوربه خضار او تورلي. فانا كده هحطها في كيستين. دي بقى يا جماعه طريقه تخزين البسله مع الجزر باسهل الطرق. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وقولوا لي رايكم. وما تنسوش بقى شير ولايك واشتراك في القناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفه جديده، ونتقابل على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.